السفاحه ديال اليوم الا شفتيها غادا تقول مرأة عاديه ما يمكنش دير هذا الشيء، ما يمكنش دير حتى جريمه صغيره، ما يمكنش تقتل حتى نمله ولا فار ولا شي حاجه بحال هذا الشيء. لكن هو راه كل واحد ساكت كتكون قضيه كبيره. السفاحه ديال اليوم شنو السبب اللي خلاها تقتل راجلها وتقتل راجل اخر؟ شنو السبب اللي خلاها حاقده على الرجال وتقتلهم ودير هاد الحيله كامله باش تبعد عليها الجريمه؟ السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. الخوت كيف العاده اللي مابوني معنا مرحبا به، يبارطاجي الفيديو لايك باش يوصل للجميع وكلنا للجريمه ما فيها باس، واللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا الجديد. الخوت بقاو معنا حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل ديال هذه القصه وشنو الدافع الاساسي اللي خلى هاد السيده تقتل هاد الرجاله، وشنو السر اللي كاين ورا هاد السفاحه. الخوت غادي نمشيو لاحد الدواوير، وبالضبط دوار البوعره ولا معات البوعره بحال هاد الشكل. كاين ما بين برشيد وما بين الدار البيضاء. كاين واحد السيد تما كيسكن سميتو سعيد. سعيد عنده الفلوس، عنده البلادات، عنده اي حاجه، لكن سعيد بدا كيكبر، وصل ل 45 سنه. الناس كاملين بداو كينصحوه كيقولوا ليه سعيد خاصك تتزوج باش شي واحد يهز لك سميتك وشي واحد يبقى من بعدك وتكمل السميه ديالك. سعيد دار بالراي ديال الناس وكان فعلا غنتزوج، ولكن حط شرط، عنده شروط، انه بغى الدريه تكون باقه صغيره وعنده 45 عام، وبغى الدريه مثلا عندها 20 18 عام، من حقه عنده الفلوس. ايوا خوت سعيد بانت لي غير في واحد الدريه باقه صغيره وزوينه سميتها السعديه، وكتقرا كانت واصله للباق، دريه زوينه. سعيد عجبو الحال وبغى يتقدم لها. سعيد كلشي ليه مزيان، دريه صغيره هو مزيان يعني، لكن العكس السعديه لا. السعديه باغا فارس احلامها اللي يكون باقي صغير قريب ليها في السن، باغا تكمل قرايتها، لكن والديها كان عندهم راي اخر، قالوا لها خصك. قالت سعيد حنا ما عندناش فلوس باش غادي نبقاو نكريو لك. ايوا سيدي السعديه جلسوها والديها من المدرسه. سعيد كان معروف عليه انه شحيح سكران وصعيب في المعامله ديالو بزاف. السعديه ما كانتش قابله، ولكن والديها ما عندهم ما يقولوا. عريس ما كيتعابش، عنده فلوسه، عنده دارو، عنده البلادات، غيقدر يعيش بنتهم في العز بلا ما يعرفوا اشنو تابع هاد سعيد. سعيد وجد واحد جوج قويه الباب ديال السكر ومشى يخطب. والديها وخوتها قبلوا، لكن السعديه قالت لوالديها وخوتها انا ما قابلاش، انا باغا راجل يكون قدي قدو، نفس العقل نفس الفكر بزاف ديال الحوايج. لكن والديها وخوتها غصبوا عليها، قالوا لها يا سعيد يا بلاش، يا سعيد غتزوجي بيا غتخسري خوتك وغتخسري والديك وغتبقاي بايره وما غيتزوج بك حتى شي واحد. السعديه شافت تعيات ما لقات عندها حتى حل وقبلت بالزواج. الغد الناس في الدوار وقفوا كيف ما عارفين راكم داكشي ديال الخزانات، هادشي هما الاعراس ديال الدواور باش غاديين يقوموا بالعرس ويديروا العلامات وينشطوا. سعيد الخوت ملي سال العرس ديالهم شد مرتو ومشى روح للدار. هي في غاده في خاطرها انها ما باغاش تعيش مع السيد، لكن استسلمت لامر الواقع ومشات. في الاول عايشين بخير عادي بحال اي زوج مع الزوجه ديالو. الراجل كيمشي يخدم كيجي كيلقى مراته مجدالين الماكله عايشين بخير. دا الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس تقريبا عام. هنا السعديه ما ولدتش وسعيد بدا كيطلع ليه الدم. شكون اللي منه الخلل، واش السعديه ولا من سعيد؟ السعديه قالت لسعيد، قالت لي ربما السين ديالك هو السبب. سعيد طلع ليه الدم وناض وكلا ليه عصا سلخه ديال بصح. قال لها انت اللي غيكون منك ماشي انا راني راجل. سعيد ولا قاسي بزاف مع السعديه، كيفيق عليها بالعصا كينعس بالعصا، وملي كيجي سكران كيوكل عليها بالعصا. السعديه واحد النهار فاقت، لكن السعديه فاقت كيف ما قلت لكم الخوت، مشات
عند والديها باش يديروا لها حل. لكن خوتها ووالديها قالوا لها فين جيتي، احنا ما عندناش البنات اللي كيطلقوا، غادا ترجعي عند راجلك. ما بغاتش، شدوها صلخوها كملوا عليها ديال بصح. السعديه ما لقات فين تمشي، رجعت لعند راجلها. السعديه سعيد ما بقى كيخسر عليها والو، ما كيلكس ولا ماكله، ما كيعقلش عليها. السعديه جاتها واحد الفكره، قالت شنو غادي ندير، غنبيع حوايجي اللي جابوا لي في الصداق وداك الشيء باش غنولي ندبر على راسي من ناكل. كاين واحد السيد تماك في الدوار كيشري داك الشيء ديال البار. السعديه مشات فين كيكون وكتقلب عليه ما لقاتوش، وهي راجعه في الطريق تلاقات مع داك السيد. قالت لي لك كنقلب، راه عندي شي حوايج وبغيت نبيعهم لك، يلاه معايا الدار. قال لها سيري صافي تنتبعك. السعديه مشات وفعلا داك السيد تبعها ومشى عندها للدار. ملي وصل مول البال قدام الباب دق على السعديه. السعديه خرجت قالت لي تفضل مرحبا دخل. قال لي لا لا جيبي لي الحوايج هنا. قالت لي راهم كثار، ادخل باش ما نوريهم لك وعزل اللي بغيتي. وهذه شاف حتى مول البال هو يدخل، ريحاتو في الصالون. السعديه قالت لي انا غادي نمشي نجيب شي حاجه ونجي عندك. السعديه ملي مشات، لكن الخوت شويه تسمع في الدوار واحد الغوت، واه تقول روح واك عباد الله، واك عباد الله. ملي تجمعوا الناس اللي كيدخل للدار كيخرج وجهه صفر، كيخرج فيه السخفه، كيخرج مخلوع. ملي وصلوا الناس وجاو البوليس وسولوا السعديه، كيلقاو جوج ديال الجوجات مخطين في الارض فيهم ضربات بسكين. قالوا لها الناس والبوليس شنو هاد الشيء؟ قالت لهم سعيد كيصحاب عندي علاقه مع مول البال، جا ضاربوا بجوج ماتوا بجوج. جات لومبيلونس وهزت الجوجات بجوج. لكن المفاجاه الخوت هو السيد اللي كيشري البال مازال عايش، ولكن في حاله حرجه حيت الضربه جاتو في راسو ودخل في غيبوبه. دازت يومين، استدعاو البوليس السعديه باش يستجوبوها. ما كاين حتى شي حاجه، ما استافدوا منها والو. صافي رجعت لدارها. دازت عاوتاني مده اخرى، جابوا عاوتاني البصمات وداك الشيء ديال الموت وداك الشيء، كيلقاو بان السكين فيه البصمات ديال السعيد وديال مول البار وديال السعديه. استدعاو عاوتاني البوليس السعديه باش يعرفوا شنو هادشي، كيفاش الموس فيه البصمات ديالهم بثلاثه. السعديه ملي عيطوا عليها المره الثانيه قالت لهم عادي البصمات ديالي يكونوا في الموس، حيت الموس اصلا كاين في الدار. بصح جاوب منطقي عند السعديه، لكن الغريب في الامر هو مول البال فاق وقال لهم عيطوا لي على الجندارم باش غادي نقول لهم شنو كاين. مول البال قال لهم كنت مع عليا ما بيا كنتسنى في السعديه تجيب لي الحوايج في الصالون. السعديه جات من ورايا شاد الموس وضربتني به. طحت. قالوا لي واش ما ضربتش مع راجلها؟ قال لهم ما كان حتى شي واحد. ديريكتومون البوليس استدعاو، مشاو جابوا السعديه. السعديه اعترفت لهم بكل شيء. السعديه اعترفت لهم، قالت لهم في نفس النهار ديال الجريمه في الصباح فاق سعيد صلخه مزيان. السعديه باش تدافع قالت لهم على راسها شدت موس دقاتو في سعيد، وباش تخلص من الجريمه طاحت على هاد الفكره ديال انها تجيب مول البال وتضربو وتلصق بان مول واحد ضاربو بجوج وواحد شك فيها بانها كتخونو معاه، وتخلص من الجريمه وتخلص من سعيد. وشافتها في فيلم. وشوفوا دابا الخوت فيلم، القصه ديال الفيلم طبقتها على ارض الواقع هاد السعديه. شوفوا التخطيط والفكره الجهنميه ديال السعديه طبقتها على ارض الواقع. وفين طاح مول البال جرت راجل اللي كان في بيت الناس حطاتهم حدا بعضياتهم، والموس دارتو في يد راجلها او في يد سعيد باش تبان على انها قضيه ديال الضرب وبجوج عليها، وهي ما دارت والو. السعديه فعلا كان معدي عليها راجلها، ولكن هذا ماشي سبب انها تخليها دير هذا الشيء. والسعديه تشدت وحكموا عليها بالمؤبد. واش غنقول لكم اخور، الى هنا تنتهي قصتنا. كنتمنى تكون خفيف على قلوبكم وتعجبكم القصه. لايك، ابونيت، بارطاجا الى اخره.